إن أخليت سبيلي جلبت لك ذهبا تصبح به سيد قومك. أنا أعرف أين يخفي ابن العلقم غنائمه، نذهب معا ونتقاسمها، وإن شئت أن تستأثر بها وحدك دوني لن أقف حائلا بينك وبينها. وماذا لو كنت تكذب؟ سيكون السيف بيدك فتنزع رأسي عن كتفي في اللحظة التي تشاء. أين يخفي ابن العلقم غنائمه؟ لست أبلى لأقول لك، ولست أحمق لأصدقك. لا تنسى بأني كنت أحد الرجال الذين يعتمد عليهم ابن العلقم. لكن بعض رجاله قد فروا ناجين بجلدهم، فلا بد أنهم الآن يحملون غنائمه ويرحلون بها. ابن العلقم ليس غبيا ليترك لصوصه يعرفون أين يخفي غنائمه. فلماذا يدعك أنت تعرف ذلك؟ لأني كاتم أسراره، وفضلا عن ذلك إنه زوج شقيقتي. وكم تبلغ ثروة ابن العلقم؟ إنه يمتهن السلب والنهب منذ سنين، فتخيل أنت، في الحياة فرصة ثمينة واحدة يا صديقي، إن لم يغتنمها المرء لن تعود إليه ثانية. دعني أفكر بالأمر. فكر، ولكن ليس طويلا. إياك أن تعرض على أحد من رجال القبيلة ما عرضته عليه، فبهذا وحده تكون قد عجلت في موتك. أعدك، ولكن على أن تسرع. أريدك في أمر يا عقاب. تحدث. ليس هنا. أطلت علي التفكير يا عقاب. هو أمر يستحق إطالة التفكير. ما يهم فرناس أنه يريد الفرار بجلده. أدرك هذا جيدا. ربما هي مكيدة ليس إلا. وماذا لو لم تكن؟ ماذا لو كان صادقا في أن لابن العلقم ثروة كبيرة مخبأة؟ ثروته تستحق أن نسعى إليها. فكيف نتبين صدقه من كذبه؟ لا سبيل إلى ذلك إلا في إطلاق سراحه. أترى أن أفعلها يا عقاب؟ إن كان لابد من ذلك فسنفعلها سوية يا قصي. إنها مجازفة يجب أن نقبل بها، فلست بآمن عليك منه. إن كان كاذبا أعدناه إلى هنا لينال ما يستحقه، أما إن كان صادقا فما أحوجنا لثروة ابن العلقم. هل ستخبر أباك بالأمر؟ لن نخبر أحدا، فإن فشلنا لا نؤخذ بجريرة فشلنا.